خميس كبر بزياده يا معلم، وخد الكل في وشه، ما سابش حد لو داس عليه، حتى اللي رباه وعلمه وكبره وخلاه معلم ما سلمش من ايده. ياه، ده انت شايل منه قوي يا ابو سمو. ضربة الضنا بموت يا نوح. واحنا ايش ضمننا بقى انك مش طابخها سوا سوا انت وخميس عشان تيجوا تاكلوها لنا بالهنا والشفاء؟ ما تفهم ابنك يا معلم ان الكلام ده مش في كارنا ولا في عرفنا، وان مجيتي ليك هنا دي اكبر ضمان. بس اعرف الاول انت ناوي على ايه؟ النية باينة والكلام مفسر بعضه يا معلم. يعني انت عاوز تحط ايدك في ايدي؟ بشرط يا معلم. ايوه، شرط ايه بقى يا معلم ابو سنه؟ اسمعوا، انا سبت خميس لما الشيطان لعب بدماغه وزحني بعيد، وعشان احط ايدي في ايدك لازم ابقى في مكاني معلم، راس براس يا نوح. استبينا. استبينا. تعالى جنبي. يا معلم، انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا رمان ده لو عايزانا نفضل مع بعض. انت عايزني اموت حته منك جوايا؟ ده الحل الوحيد للمصيبه اللي احنا فيها دلوقتي. مصيبه؟ طبعا مصيبه. خلفه زي دي وفي ظروف اللي انا فيها يبقى اسمها ايه؟ انا مراتك يا خميس، احنا كاتبين ورقه ولا تنسيت؟ انا ما بتلويش دراعي بالورقه يا رمانه، والورقه دي ممكن اكون قوي ضيعتها في حته ونسيت. انت بتبيعني؟ امال راح فين الحب؟ انا بحبك يا رمانه، بحبك. امال الورقتين اللي احنا كاتبينهم دول ايه؟ انت عبيطه؟ انا الدنيا عكه معايا قوي يا رمانه، عكه قوي ومحدش حاسس بيا. انا داخل على عتب الدنيا تانية خالص، وما ينفعش حفره تانية اغرس فيها. لازم انا احرص يا رمانه، وكمان ما ينفعش اعادي الباشا دلوقتي. المصالح بتتحكم فينا. المصالح؟ ده بعد كل اللي عملته عشانك والسنين اللي استنيتك فيها والدنيا بحالها اللي قعدتها لاجل خاطرك، بس مش عندك مصلحه. ما تحسبهاش كده يا رمانه. امال احسبها ازاي يا خميس؟ احسبيها زي كل الناس ما بتحسبها. الله، جو الحب والحوارات دي ما بقتش تنفع الايام دي. خدت جنب ووسعت سكه لحاجات تانية اهم بكتير، حاجات بيتحكم فيها المصالح. انا فاضل لي تكه يا رمانه، تكه، وابقى كبير السوق واملك السوق كله في ايدي. وعمري ما هسمح لاي حاجه مهما كانت انها تعطلني. ياه، انت اتغيرت قوي يا خميس. الطمع عماك، خلاك مش شايف الا روحك في عيون الخلق. قلبك اللي كان يساعد الدنيا بقى قد خرم نبره، لدرجه انه خنقك وخنق كل حاجه حلوه فيك. رمان انا ماليش في جو الحوارات المكعبله ده. العيل احنا ممكن نجيبه في اي وقت تاني، نجيبه الموسم الجاي او الموسم اللي بعده براحتنا، عندنا العمر. انما الفرصه ما بتجيش الا مره واحده، ويوم ما تيجي لازم اقفش فيها. الفرصه ولا ابنك يا خميس؟ على قد ما كنت فرحانه بيه، على قد ما كرهته دلوقتي، وكرهتك
وكرهت نفسي اللي متشعلقة بيك. سيبني يا خميس، سيبني وروح لحالك. روح للسوق اللي بقيت كبيره، روح للناس اللي مرمية تحت رجلك، روح للدنيا اللي عايز تملكها، وسيبني أنا لوحدي ألم نفسي في ركن ضلمة بعيد عنك. الحقي يا حاجة، الحقي نصيبة. مالك يا ولية على الصبح؟ خبطت على المعلم ابو سنة عشان اقول انك عايزاه زي ما امرتيني، ما حدش رد. يمكن لسه نايمين. نايمين ايه يا حاجة؟ ما انا رحت فاتحه الباب ورحت داخله، ما لقيتش حد خالص في الاوضه، ولقيت الدواليب كلها فاضيه زي ما يكونوا هجوا. ايه؟ هجوا؟ يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم، انت سمعتي ايه بالظبط؟ اللي اسمها شربيه دي صوتها كان عالي قوي، عماله تنادي على الحاجه وتقول لها مصيبه، بس انا مش عارفه في ايه، وجرس البيت كان عمال يرن، الظاهر ان في حد قاعد مع الحاجه تحت. ايه جو الافلام ده على الصبح؟ طب انا هنزل اشوف في ايه. وزي ما سعادتك شايف نتيجة التحريات متحدد فيها أوقار جديدة، والمشكلة إن زباين الترامادول هم نفسهم نفس زباين الهيروين وبيزيدوا بشكل مخيف. هو ده اللي أنا كنت خايف منه علي وعامل حسابه. ده إيه ده؟ أماكن من الشرق ومن الغرب وفوق وتحت، إحنا هنلاحق على إيه ولا إيه؟ بيئات مختلفة وتجمعات غريبة، الزمالك والمهندسين والدويقة ومساكن الزلزال وغيرها. واضح ان انا لازم اكرر المحاوله مره تانية. محاولة إيه سعادتك؟ المحاوله اللي كنت بداتها وللاسف ما كملتش، كان نفسي تجيب نتيجه. مع مين؟ قول لي علي، الواد مغاوري رجع من الاجازه ولا لسه؟ وسلم عهدته واتكل على الله ولبس الملكي. ايه ده؟ خلص تجنيده؟ يا باشا الأيام بتجري. طب اسمع يا علي، تقب وتغطس تجيب لي مغاوري في العنوان ده الساعه 5. تمام سعادتك. خد ياخد عدوينك يا ست الكل. الكلام ده ولا يخش نافوخي نكلة شو دي حية ولسانها تلف حوالين رقبتها وتحزم بيه وسطها، هتلاقي اللي هجت وهو اللي بيدور عليها. بس لازم نحرص يا خميس. لا ياما لا، الخيل ما يعملهاش. خالك بيلطش بقاله مده، واللي يخليه يهج ويشك فيك يخليه يروح للنوح برجليه. هو مين اللي خلاه يهج ويشك فيا؟ مش هي الحية اللي انت محذراني منها بعتمة لسانك؟ لو هي اللي هجت يبقى خير وبركه، لكن لو سمع كلامها وفاتنا يبقى حفر قبره برجليه. لا مؤاخذة يا فندينا، لا مؤاخذة يا ست الحاجة. في ايه يا زوز؟ هنا في البيت؟ وده ايه اللي جابه؟
هو مين يا خميس؟ معقولة؟ ده كلام ما يخشش دماغ عيل صغير. ما انا بيني وبينك مش مصدق الكلام ده برضو قوي، بس الغريبة ان ابويا مطمن له. معقولة العيلة دي تقع في بعض بالسرعة دي؟ هو من ناحية يقعوا في بعض فهم يقعوا في بعض وياكلوا بعض عشان خاطر قرش زيادة. انا متأكد ان ابو سنة جه عشان يضمن له دور في اللعبة بعد ما خميس اداله كتفه وخرجه من الملعب. ده معقول يا براء؟ انت مزاجك يعني اليومين دول مش قد كده، مش عاجبني. بس انت عاجبني، طول عمرك عاجبني. ما انت جوزي يا براء، الشيطان اللي كان بيني وبينك راح خلاص لحاله. لما حسيت ان انت صادق وعايز تاخد طار اخوك بجد، كبرت في عيني قوي ودخلت قلبي وبقيت فوق راسي. ايه؟ انت كويسة؟ كويسة؟ يعني ما جبلكيش دكتور ولا حاجة؟ يعني الكلام ده يا مطرة بجد ومن قلبك؟ من قلبي. يا مطرة، أنا كان نفسي أسمع منك الكلام ده من زمان، من زمان أوي يا مطرة. بس أنت يا مطرة أصلك كنت منشفاها عليا أوي أوي. انما ما قلتليش، هو ابو سنة ده يعني كان جاي يرمي بياضه ولا كان بيقول كلام قلش كده؟ أبو سنة مين؟ ابو سنة اللي كنت بتحكي لي عليه. أبو سنة؟ لا طبعا كلام بجد. ده شكله وهو جاي زي ما يكون واقع من 17. ازاي؟ ازاي؟ ده جاب لنا مصارين افندينا من جوه، قال لنا على كل حاجه، ولسه هيقول لنا على كل ده خنيق خميس وكل مخازنه. هيجيب لنا دهاليزه كلها، ده غير الخبطه الكبيره اللي محضرها له الخميس. خبطة ايه؟ ابو سنه هيرسى ابويا على الحوار كله وهيتقاسموا مع بعض، هم اتفقوا على كده. اما يا مطر لو الخبطه دي تمت هتبقى ضربه قطم وسط بصحيح. والكابوس اللي على صدرنا ينزاح، وساعتها يا مطره هاجي واحط ايدي في ايدك واقول لك الباقيه في حياتك. يا باشا انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. افتكر يا خميس اني جيت لك اكتر من مره وكلمتك اكتر من مره وقلت لك انا بعمل كده ليه وبحارب ايه، يمكن تسمعني وتفهمني. يا باشا انت بتحكي في حكايات وحوارات انا ماليش فيها. برشام ايه وكيمياء ايه؟ ما قلناها المعاليك قبل كده، احنا بتوع مزاج وبس. عايز معسل من عينيا، احلى توليفه تكون عندك، ده لو ليك فيه مالكش كل واحد فينا يروح لحاله. بص يا خميس، انا بديك فرصه عمرك، انا مستعد امحي تاريخك كله واقطع كل ملفاتك وتبتدي صفحه جديده على بياض. نجي روحك. استغفر الله العظيم، المنجي هو الله ونعم بالله. لا اله الا الله. بس السكه اللي انت فيها دي يا خميس كل يوم بيزيد فيها اعدائك ومنافسينك، واخرة الخط عمره بيتقصف. محدش بيموت ناقص عمر يا بيه. لا في العالم بتاعكوا ده الكل بيموت ناقص عمر، بس الموت اللي انا اقصده مش الموت اللي مقدره ربنا سبحانه وتعالى، حاشا لله. حاشا لله. لما قدر ومكتوب. الموت اللي انا اقصده موتك جوه روحك اللي انت شايلها على كفك في وسط سوق ما بيرحمش، والرصاص متنطر حواليك وناره تحت مخدتك مشعلله. اللي اصعب من الموت يا خميس انتظاره.
تطلع يا باشا تلفزيون وتقول. ده انت بتقول حلو قوي. حلو حلو. واليومين دول بتوع القواله دي يومينهم يعني. الناس يا اخويا بتقعد مطرطقه قدامها بالساعات. انما الله يا ارزاق. ارزاق. يعني مفيش فايده. يا باشا انا بعمل خير في البشريه. بعمل خير للبشريه، قدروا بقى. بعد اللي زي ما عليك ما يطلع التلفزيون يقولوا الكلام المكعبل اللي مش راكب اللي معاليك قلته ده، والناس دماغتها تتشقلب بحوارات مفكوكه. قوم يقول انا اخر الليل كل واحد فيهم يضرب له حجر معسل معسل ويزيح. قوم الدماغ تتظبط وترجع لمطرحها والكلام يبقى رزين. قوم الناس يقولوا لبعض بحب مزاج الخير يا باشا. يعني برضه مفيش فايده. بس افتكر انت انك قاعد هنا في ضيافتي دلوقتي، مع انك دهست حرمة بيتي في غيابي، وانا مش ناسي. خطوة عزيزة. نورت يا بيه. يا زوز، عايزه تفهمي ايه يا كرام؟ عماله تلفي وتدوري حواليا. قولي لي يمكن اريحك. مش عايزه تفهميني؟ طب شاوريلي. انا لحد دلوقتي مش عايزه اقول لخميس ان انت اللي بتتصنطي علينا من ورا الباب، عشان انت عارفه هيعمل فيكي ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه يا كرامه. انا حاسه بيكي. انا طيبه قوي، بس يوم ما حد يدوس لي على طرف همحيه خالص من على وش الدنيا. خلينا اصحاب احسن. ما تخفي يا بنتي من الشرب ده. ايه ده يا ست هاني؟ اسأل المدام. خمرة يا كرامة؟ يخرب بيتك، ده انت انحرفتي وانا مش داري. خمرة؟ خمرة يا كرامة؟ يا خسارة يا كرامة. طب اشربي لك سيجارة حشيش توزن لك مزاجك وتعدل لك دماغك، انما خمرة وزغطة كمان؟ الله 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 الله. مطواحي مطواحي مطواحي، يلا يلا بكره هجيبك من على النواصي. مطواحي يا كرامه، صحيح ياما في الجراب يا حاوي. قصدك ايه؟ عايزه ترجعي؟ رجعي يمكن تفوقي. الحاوي ماله؟ في حاوي تحت؟ انا حاوي؟ يا حاوي، شفت الخمره بقى؟ شفت الخمره يخلي عندك تهيؤات ازاي؟ افتكرت اني هضربك. شفت الخمره؟ مالها امي يا كرامه؟ مالها امي؟
اسود، انا هروح اجيب لك الدكتور. يا نهار اسود، عايزة يموت، هياخد من الدنيا، مش هياخد من حظه الفراس. بيسا، الحقيقة يا بيسا، الحقيقة يا حمود، حمود يا بيسا. قالت لك ايه؟ مخها فوت وبدأت تخطرف. الظاهر الجوازة كلت نفوخها. شوفي لها حكيم يا اما والنبي يدوبك ثواب فيها. دي بقت بتشرب خمرة. قالت لك ايه يا خميس؟ قال شافتك وانت ماشية على رجليك يا قال. قلت لها يا ريت واحنا نكره، ده انا ادفع نص عمري واشوفك واقفة على رجليك يا اما. والظابط ده كان عايز ايه؟ بيعز فكرة ده يوصل لحاجة. سيبك منه يا اما والنبي، ده عايش في دنيا تانية. خد بالك يا خميس، لازم تحرص. الحكومة نبها ازرق. وهي الحكومة فاضية لنا يا اما اليومين دول؟ الحكومة في ايه ولا في ايه؟ ربنا يكون في عونهم، ده انا بفكر اساعدهم والله. انسي. هي حصلت يا كرامة خمرة؟ وفين؟ في بيت هنا؟ افندينا؟ ماشي. ابو سلمى جالك؟ الكيف لما يطلب معلمة كيف ينقح يودي صاحبه لاخر الدنيا لاجل ما يروق. بس مش مع دول. الناس ما تبيعش بعضها بالسهوله دي يا معلم، لا عشان معلمه ولا فلوس. ما اتاكد اول يا معلم بدل ما تطربق فوق نافوخ الكل. ابتديت اثق فيك يا متر. فلسه بتشاور عقلك يا معلم. معلش مش بخاطر يا ابن عمي، اديك شايف الخال بيبيع ابن اخت وعيني عينك اهو. وماله يا سيد المعلمين، بس لو صدق ابو سلمى في اللي قاله، لو صدق يبقى قصر عليك مسافات طويله. انا كل اللي عاوزه منك يا متر انك تلبد لابو سنه وتجيب لي اخره وتشوف لي ايه ميته. على فكره هو ما يعرفش انك معانا، وبالبقين اللي هيرميهم في حجرك هنوصل للمراد ونطمن. يا اما ندي الامان يا اما نخلص. من ناحيه اطمن، سكه ابو سنه مفتاحها معايا وعارف عليه فين. سي خميس الحقنا يا اخويا. في ايه مالها رمانه؟ ايه اللي جرالها؟ كانت هتموت يا حبة عيني، فضلت تسقط في روحها تسقط في روحها لحد ما سقطت من طولها. لولا ولاد الحلال الله يسترهم ساعدوني وجابونا هنا. وهي فين دلوقتي؟ جوه من بدري. انا عارفه يا اخويا بيعملوا ايه فيها كل ده. بالعواقب سليمه يا رب. سي خميس هي ايه اللي جرالها يا اخويا؟ دي كانت فرحانه بالعيل فرحه المجنون. ظروف يا بيسا، ظروف ايه دي يا اخويا اللي تخلي الواحد يفرط في روحه؟ دي كانت عامله زي المجانين عماله تخبط في بطنها يا ولدان لحد ما كانت هتروح فيها هي والعيل اللي في بطنها. الو. ايوه مش هينفع دلوقتي. اجي ازاي دلوقتي انا؟ طيب انا جاي على طول. بيسا اول ما تخرج تطلبيني في التليفون وتطمنيني. انت اللي تطلبيني. معقوله يا سي خميس هتمشي كده يا اخويا من غير ما تطمن عليها؟ طب حتى استنى لما تخرج وتشوفك، مش يمكن يعدل نفسيتها بطلي لا توعدني ولا واسمعي الكلام اللي بقوله لك. اول ما تخرج انت اللي تطلبيني وتطمنيني، فاهمه؟ امرك. ست رمانه طمني يا دكتور الله يخليك. الحمد لله كويسه، بس لازم ترتاح دلوقتي. الف حمد والف شكر. هيودوها فين يا دكتور؟ على الاوضه فوق. الله يخليك يا دكتور، شكرا. اتفضل يا فندينا. اتأخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟
اخبارها تضايقك. قولي. خالك اشمعنى؟ جه لي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خال مين؟ خال انا راح للنوح؟ جاله واداله معلومات مهمه قوي عن صفقه انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعه. خال يمكن بيلعبهم. انا متاكده من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جه لي النوح واحد حاسه ان انا شفته قبل كده، بس مش فاكره شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي، ما سمعتش منهم ولا حاجه، لكن لو شفته مره تانية ممكن اعرفه. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخال؟ يا خال. يوه، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ فاكراها هينة عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمه من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. أنا بس ساعتها مش عارف اتلم على نفسي. الدنيا بقت قصاد عيني أضيق من خرم الإبرة. هم اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. أنا هخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ أنا عايز أفك عن نفسي شوية يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزه حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسه كني وصلت لتركيبه دواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. عندك حق، شكله بقى بني ادم مختلف خالص. البركه في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضره الضابط. وافكارك اللي حلت عقده وفكت لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانيه، تليفون. اتفضل. الو. يا علي، طب ما تسأل عليه اي حد في الحاره. يعني ايه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامه. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مده تجنيده، بس مشكلته اكبر من مشكله شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح انه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للاسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا يعني. ايه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. سوري. عمل كل ازيك يا مريم؟ عامله ايه يا جميله؟ كويسه، شدي حيلك. الحمد لله، ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسه بحاجه خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شويه؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوه. يعني انا لسه؟ الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا، وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله. الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية. بيسا ده طلع منزلش، لسه عايش. أمال أنت فاكرة إيه؟ ربنا فوق الكل. أنا مش عارفة إزاي كنت هعمل في روحي كده، إزاي جالي القلب. أنا عارفة يا أختي هانت عليكي نفسك إزاي وعملتي كده. ما حسيتش بقيمته إلا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا. ده أنا حاسة دلوقتي إن روحي اتردت فيا. أيوة بس أبوه ما يستاهلوش. ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بقي طمنيني يا بيسا. الظهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس.
وانا اديت لخميس بزياده قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده والنبي، بصي لصحتك. وحياة الموت اللي اترميت في ضله النهارده لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطر؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا ان حد يعثر فيه، برضه مفيش فايده. يكون راح فين يعني؟ الارض انشقت وولعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وفضلوا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. يا خال اركن العربيه. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول اللي نقوله، لا حد يشوف ولا حد يسمع. الله ينور عليك يا براء، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا اتهرشنا في المحل يا معلم. رجاله افندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكشك يعني. يعكش مين؟ فندينا؟ الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ انت فاكر افندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لعلمك افندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ايه؟ قول يا خال. قول يا خال. واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجه انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجه انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح. صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خدكش معاه ليه المصلحه الكبيره؟ انا هقول لك. اشجيني. صب قوي. ده انا اصب لك واصب لاهلك. حلو. صب بالله. انت مش هتبطلي التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص الخمرة عملت برومة في دماغك؟ أنا عاملة حساب لعضل التربة وسايباكي عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عظم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعلى السرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين وعارفه انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجليا وبمشي اهو، يعني ايدي طايله واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي. الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني ب3 عيون. العين التالتة هي ابني افندينا اللي لازما يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل علشان يفضل فوق وانا تحت.
والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديك شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرفي النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، انا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي. هددوني وانا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانه تمنها موت. ارحمني يا ابو خميس. ما كفكش اوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمه يا ضاويه، ده انا اخوكي. في شغلتنا الرحمه خيبه تكسر صاحبها وتوصله للي انت فيه، وزي ما قال ابو خميس تمن الخيانه الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده.